مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة بادينان في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موعد الحجر. محور نقاشنا في هذه الحلقة سيكون عن أثر الديانة الإيزيدية في الديانة الزرادشتية، مع ضيفتنا العزيزة الدكتورة الأديبة والباحثة في الحضارة والأديان الكردية والإيرانية القديمة، السيدة الفاضلة عايدة بدر من مصر. أهلا بك دكتورة في بلدك الثاني كردستان. شكرا وأهلا بكم. سيدتي، لنبدأ الحديث بمقولة لوول ديورانت أن التاريخ كتاب يجب أن يبدأه الإنسان من وسطه. فسؤالي هنا لحضرتك هو: هل حقا يجب أن نبدأ من الوسط كمن يمسك بالعصا من الوسط؟ هو الحقيقة مقولة ديورنت يجب التوقف أمامها يعني متأملين، لأن المقولة تقول أننا يجب علينا قراءة التاريخ من منتصف، لأن لا حقيقة ثابتة. يعني دائما تأتينا وثائق، اكتشافات أثرية، اكتشافات الوثائق لنصوص جديدة بتعيد صياغة التاريخ من جديد. فتظل يعني رؤيتنا للأمور محددة بوجود يعني اكتشاف جديد، إما يضيف إلى سابق رؤيتنا أو أنه يعيد صياغتها من أول وجديد. فيعني نعم، أنا أتفق مع يعني هي ليست دبلوماسية، وإنما هي ليست دبلوماسية، هي مقولة حقيقية. يعني كثير من الأمور كانت بديهية إلى وقت قريب، لكن مع الاكتشافات الجديدة، سواء الاكتشافات الأركيولوجية أو اكتشافات نصوص أو وثائق، تمت إعادة صياغة يعني جزء من تاريخنا. دكتورة، أثر الديانة الإيزيدية في الديانة الزرادشتية، يعني هو عنوان كتابك الصادر حديثا، وهو يعني الكتاب بالأصل أطروحة دكتوراه لحضرتك. يعني إيه هو الدافع؟ يعني ما هو الدافع الذي دفعك للخوض في غمار هكذا بحث؟ يعني هل هو الفضول المعرفي، أو بالأساس ده من صلب اختصاص حضرتك كونك مختصة كدكتورة في الحضارة والأديان القديمة الكردية والإيرانية؟ هي الحقيقة طبعا يعني لازم أدين بالفضل الفضول المعرفي بالدرجة الأولى، لأن إذا لم يكن عند الباحث فضول معرفي وتتبع للأمور الجديدة بالنسبة له، يعني يتوقف جهده كباحث. بالنسبة لي أنا كانت دراستي مختصة في اللغات الشرقية وأدبها، ودرست تاريخ إيران وحضارتها، التاريخ القديم للشعوب الآرية، فربما ساعدني في الخوض في يعني هذا المعترك، لأن الحديث عن الأديان وخاصة الأديان القديمة حديث شائك وشائق. فبقدر ما هو في جديد واكتشافات جديدة، لكنه شائك، ويعني كأننا نسير على الحبل حتى نصل. فأتمنى أن يكون للبحث الذي قدمته صدى الجيد. دكتورة، يعني في عندي سؤال، هو طبعا هو يعني أنت كتبتي في كتابك، يعني هل الإيزيدية القديمة، يعني في إيزيدية قديمة وفي حديثة؟ نعم. ولا الإيزيدية القديمة هي الديانة الأصلية للقبائل الهندو-آرية اللي سكنت جبال زاغروس قبل الألف الثالث قبل الميلاد، وكانت تعبد الشمس ميترا بين قوسين. هي أقدم من الزرادشتية، والإيزيدية ليست ديانة حديثة النشأة، وإنما أو فرقة منشقة عن ديانة أخرى. هو الحقيقة أن اصطلح على أن النظر للأيزيدية كفرقة منشقة من الديانات السماوية. يعني هذا هو كان السائد السائد، النظرة السائدة، النظرة لدى الأغلبية أن الأيزيدية بالمظاهرها السطحية بتوحي للباحث الذي يمر عليها مرور الكرام، أو الذي يتوقف عند مظاهرها السطحية، بأنها فرقة منشقة سواء عن الإسلام أو عن المسيحية. بعض المسيحيين يعتبر الأيزيدية فرقة منشقة عنهم، بعض الإسلاميين يعتبروها فرقة خرجت من عباءة الإسلام.
قليل من الباحثين من بحث وحاول أن يكشف عن يكشف الغطاء السطحي للأيزيدية ويبحث عن الأيزيدية في مجتمعها ووسط بيئتها التي يعيش فيها أفراد الأيزيديون. طبعا الدراسات التي قيلت بخصوص الأيزيدية دراسات كثيرة، لكن الحقيقي أو الذي يلمس الحقيقة منها هو القليل. الأيزيدية في رأيي هي ديانة الشعوب الهندو آرية القديمة، أو هي أبسط صورة ممكن أن نراها لديانة الشعوب الهندو آرية القديمة. يعني تقريبا عمرها كم؟ ربما يتجاوز عمرها الألف الثالث قبل الميلاد، بعد هجرات عديدة للشعوب الهندو آرية القديمة من موطنها الأصلي في جنوب القوقاز وجنوب روسيا، في سهول أوراسيا. تفرقت الجماعات الهندو آرية، وطبعا كانت تحمل معها ثقافتها وديانتها. ديانتها في أبسط صورة لها هي كانت تقديس مظاهر الطبيعة، وبالأخص عبادة الشمس وتقديسها، باعتبارها أكبر مظهر كوني لصورة الإله الأعلى. فالأيزيدية تحقق نسبة كبيرة من ما توصلنا إليه عن الديانة الهندو آرية القديمة. في رأيي أنها يجب تقسيم الأيزيدية إلى 3 مراحل. الأيزيدية التي هي ديانة الشعوب الهندو آرية القديمة، وكانت تتلخص في تقديس مظاهر الطبيعة وعبادة الشمس، تقديس أرواح الأجداد والأبطال الأسطوريين. كانوا إلى حد كبير القبائل الهندو آرية كانت تجهل القراءة والكتابة، فكانت تعتمد على حفظ الصدر والتلقين. أشياء كثيرة نجدها لدى الأيزيدية الحديثة حتى الآن. ومن خلال ما كتبوا والأبحاث التي مثلا كتبها كولياموف، صلوات كولياموف، أن الأيزيدية منها قبيلة، أن الشعوب الهندو آرية القديمة منها قبيلة كاتاني التي اختصت بالكهنة والعبادة الشمسانية، هي نفسها الموجودة حاليا لدى الأيزيدية، ما زالت قائمة بنفس مصطلحاتها وبنفس التعبيرات التي كانت سائدة في وقتها. ظلت الأيزيدية كونها ديانة الشعوب الهندو آرية القديمة حتى أنها كانت من ضمنهم إيران مثلا. الشعوب الهندو آرية القديمة تضم إيران، تضم الكرد، تضم الأفغان، تضم الأرمن. فهي الشعوب الهندو آرية القديمة هي الشعوب الشرقية من المجموعة الكبرى الشعوب الهندو أوروبية، وطبعا تضم الهند. الشعوب الهندو أوروبية هي الشعوب الشرقية التي ذكرتها، تضم الهند وإيران والكرد والأفغان والأرمن وغيرهم، والشعوب الجزء الآخر اللي هو الشعوب الغربية التي هاجرت على أوروبا. دكتورة، أنت تقولين الإيزيدية ورثت المصرائية، المصرائية، في حين يقول بعض الكتاب أو الأقلام من الإيزيديين أنفسهم الباحثين والمهتمين بالشأن الإيزيدي أنها أقدم ديانة توحيدية في العالم ولا لها علاقة بالمصرائية. هو الحقيقة أن عبادة مصر أو تقديس الشمس، مصر كان إله الضياء، ومصر هو معبود الشعوب الهندو آرية القديمة. مهما اعتلى إله آخر وتسيد وأصبح هو الإله الأب أو الإله الأعلى لهم، لكن كانت تظل عبادة مصر قائمة، لأن مصر بكل بساطة هو اصطلح على أنه هو الشمس. مصر إله الضياء والنور والشمس وعدو الكذب، و لديه من الصفات ما كان ينظم المجتمع. حتى هو في بعض الثنائيات الإلهية التي تكونت، مصر فارونا أو مصر أورا مازدا في الزرادشتية، كان بيقوم بدور المصلح دائما، وهو الرسول الوسيط، لا أقول الرسول لكن الوسيط بين الإله الأكبر وبين الشعب. العبادة المصرائية كانت هي العبادة السائدة، وعرفتها كل الشعوب الهندو آرية القديمة، عرفتها
الميتانيين، عرفها الميتانيين، عرفها الحوريين، عرفتها شعوب الجبل زاجروس، شعوب سوبارتيوم. يعني فأن يكون أن نفصل عبادة مصر عن الشعوب الهندوأرية كأننا نقول أن الشعوب الهندوأرية لم تعبد الشمس أو لم تقدس الشمس يوما، لأن مصر هو الشمس، والشعوب الهندوأرية تميزت بتقديس الشمس بصورة أكبر من بقية الآلهة. فالحقيقة كل مظاهر الطقوس والعبادة الموجودة حتى الآن في الأيزيدية، سواء الأيزيدية القديمة أو الأيزيدية التي تأثرت بالعبادات يعني البابلية. يعني مصر هو عند حسب حضرتك يعني مصر هو إيه؟ مصر يعني هو إله رب الأرباب عند هو كان رب الأرباب عند الشعوب الآرية القديمة. يعني كان رب الأرباب عند الشعوب الآرية القديمة هو دياوس بيتر، هو الإله الأب، والذي انتقل إلى اليونان بعد حملة الإسكندر الأكبر على الشرق، وعرف هناك باسم جوبيتر. بعد وقت طويل انمحى اسم دياوس بيتر، لكن صفاته ظلت قائمة، وكانت عبادة مصر تقوم جنبا إلى جنب مع عبادة الإله الأب. ظهرت عند الشعوب الهندوأرية القديمة سواء كان في الهند أو في الهضبة الإيرانية نفس خصائص دياوس بيتر لكن تحت أسماء مختلفة. في الهند ظهر فارونا، وكون مع مصر ثنائية فارونا مصر. في إيران ظهر مزدا، وكون الذي اتخذوا فيما بعد زرادشت وألحقوا باسم أهورا، فأصبح أهورا مزدا، وكون أيضا مع مصر ثنائية أهورا مزدا. فمصر هو القاسم المشترك للشعوب الهندوآرية في العبادة. يعني لا يتم ذكر العبادات الهندوآرية القديمة إلا ومصر قاسم مشترك فيها. دكتورة، يعني أنت هنا عملتي أثر الديانة الإيزيدية في الديانة الزرادشتية، يعني نحن أمام ديانتين. نعم. يعني هل عملتي حضرتك مقارنة أم مقاربة؟ هو كان الهدف من الدراسة في البداية أن تخرج الأيزيدية من نطاق كونها نطاق طائفي، أن كونها طائفة أو كونها فرع أو جزء من ديانة، تخرج من هذه العباءة لتظهر بمظهرها الحقيقي أنها ديانة مكتملة العناصر. من الشائع أن الزرادشتية هي الديانة الآرية التوحيدية الأولى، لكن من خلال الأبحاث نعم والدراسات أثبتنا أن الأيزيدية أو ديانة الهندو آريين القدماء هي كانت تعرف التوحيد، نوعا من التوحيد، قطعوا خطوة كبيرة نحو التوحيد. أثر الديانة الأيزيدية في الديانة الزرادشتية هي مقاربة وفي نفس الوقت إيجاد للعناصر التي تركتها الأيزيدية المصرائية في الزرادشتية. حضرتك بتقولي لا تؤمن الديانة الأيزيدية بوجود أنبياء لهم، لكنهم يحترمون أنبياء الأمم الأخرى. نعم. ويشيرون إلى معرفتهم بالتوحيد من خلال النبي إبراهيم، وكذلك يبجلون النبي نوح وينسبون أنفسهم إليه ويطلقون عليه ملك ميرام. ما معنى هذا الكلام؟ الحقيقة أن الأيزيدية باعتبارها ديانة طبيعية، ديانة يعني قديمة. الديانات القديمة كانت لا تؤمن بوجود رسل، يعني لا تؤمن بوجود وسيط بينها وبين الإله. فكانت يعني هم كانوا يؤمنون بالله، بيعبدوا مظاهر الطبيعة، فالإله مباشرة هناك اتصال مباشر بين الإنسان والطبيعة، بين الإنسان والإله. فكان وجود رسول يعني لا يجدي نفعا، يعني لا يحتاجون إليه، لا يحتاجون لوجود رسول. لكن من خلال أدبياتهم هم يعني يزعمون أنهم تلقوا التوحيد من خلال النبي إبراهيم الخليل. وطبعا في هذا حديث كبير، لأنهم لديهم خلفية أن النبي إبراهيم الخليل كان كرديا وتلقوا من خلاله التعليمات الدينية. ربما يكون ما يقصده هو الديانة الحنيفية، ديانة يعني أنت كباحثة دكتورة، عفوا، يعني أنت كباحثة هل تؤيدين هذا الكلام أن النبي إبراهيم كان كرديا مثلا؟
حتى الآن لا شيء يعني يقطع بوجود بكونه كردي أو بكونه عربي، لكن هي طبعا أغلب الدراسات تؤيد أن هو كونه عربي من العرب المستعربة. لكن أقوال وأساطير تؤيد كونه كردي. لكن إذا تلقوا التوحيد من النبي إبراهيم فكان لابد من وجود أثر للتوحيد في ديانتهم منذ القدم. يعني الإيزيديين تأثروا بالنبي إبراهيم؟ هم اتأثروا هو ده كلامك؟ اتأثروا بالتوحيد، يعني عرفوا التوحيد قديما، نعم. لكن هل يعني إبراهيم الخليل كردي الأصل أو عربي الأصل؟ أنا يعني لا أقدر أن أقطع فيه قطع يعني اليقين. أما النبي نوح فهم يعتبروا أن النبي نوح له فضل في إنقاذهم من الطوفان. في أدبياتهم أن حدث الطوفان حدث مرتين، مرة طوفان عام للعالم أجمع، ومرة أخرى طوفان خاص للأيزيديين، أن يعني هذا الطوفان أغرق أعدائهم، وأنه لهذا يتم تبجيل النبي نوح ويسمى جيل ميران. أما احترامهم لبقية الأديان فأنا أعتقد أنها من التأثيرات التي تركها الشيخ عدي بن مسافر عليهم، يعني احترامهم لبقية الأديان، احترامهم لبقية الطوائف، يعني من الآثار اللي تركها الشيخ عدي فيه. دكتورة، يعني أنت تشيرين إلى عدي بن مسافر، يعني الشيخ عدي بن مسافر، وتصفينه بأنه يعني علامة فارقة أو يعني نعم بالتأكيد مرحلة فاصلة في حياة الإيزيدي. نعم. إيه أهمية الشيخ عدي بن مسافر في الديانة الإيزيدية؟ الشيخ عدي بن مسافر يعتبر المرحلة يعني مرحلة فاصلة في تاريخ الديانة الأيزيدية. قبل الشيخ عدي نستطيع أن نلمس يعني مرحلتين من الأيزيدية، لكن يكونوا في نفس السياق التاريخي. يعني الأيزيدية القديمة جدا وقت كانت الأيزيدية هي ديانة الشعوب الهندو-آرية القديمة، ثم وأنها كانت وقت الميديين هي الديانة الرسمية للميديين، وبسقوط الدولة الميدية واكتساح الهخامنشيين الفرس للعالم القديم وقتها، تأثرت الأيزيدية بالتعاليم البابلية والسامية والأشورية والأكادية. لكن لدينا فارق زمني من بعد هذه المرحلة حتى ظهور الشيخ عدي لا نسمع عن الأيزيدية من خلال التاريخ. الأيزيدية تفرقوا من وجهة نظري، باعتباري أن الأيزيدية هي يعني وريثة المصرائية، فإن الأيزيدية تفرقوا بعد انهيار الديانة المصرائية وتفرق أتباعها في الجبال وفي السهول وتحت غطاء ديانات أخرى، إلى أن ظهر الشيخ عدي ابن مسافر في حياة الأيزيدية واجتمعوا حوله. الشيخ عدي لم تقطع المصادر بكرديته أو عربيته، الكثير من المصادر تميل إلى أنه عربي، بعضها يعني تؤيد كونه أموي، لكن ليس هناك أمر قاطع بشأنه. المصادر الآرامية تؤيد أنه كردي، وقد هاجر من تيراهي، وقد هاجر من مكانه في كردستان إلى شوف الأكراد في بعلبك في لبنان. بعد حضور الشيخ عدي إلى كردستان خاصة في منطقة ضريح الشيخ عدي الآن في معبد لالش، اجتمع حوله الأيزيديون والتفوا حوله ونصبوه يعني بما معناه ملكا لهم. أصبح الشيخ عدي هو المرحلة الجديدة في حياة الأيزيدية. أعاد تقسيم الطبقات. الأيزيدية ديانة طبقية، هو أعاد تقسيم الطبقات الدينية، أعاد إحياء طبقة الملوك المحاربين تحت مسمى الشيوخ، وأخذ من صلاحيات الأبيار، لأن الأيزيدية 3 طبقات: الشيخ، البير، المريد، فأخذ من صلاحيات الأبيار الدينية ومنحها للشيوخ، وبدأ في تقسيم يعني الرتب الدينية تقسيم مختلف عن القديم. هو أعاد إحياء الأيزيدية، وهم يعني كأيزيديون يعتبروه هو
من يعني بث فيهم روح الاتحاد من جديد. دكتورة، يعني إذا تحدثنا عن الكتاب، يعني ما هي أهم الفصول التي وردت في هذا الكتاب؟ أثر الديانة الأيزيدية في الديانة الزرتشتية بيقوم على 3 أبواب. تحدثت في الباب الأول عن التمهيد عن القبائل الهندو-آرية والشعوب في القديمة. تحدثت في الفصل الأول عن الديانة المصرائية، ثم في الباب الأول عن الديانة المصرائية، في الباب الثاني عن الديانة الأيزيدية المصرائية، وفي الباب الثالث والأخير تحدثت عن الأثر الذي وجدته من الأيزيدية المصرائية في الزرتشتية. هو محاولة وخطوة لكشف عن حقيقة الديانة الأيزيدية من وجهة نظر ربما تكون هي ليست جديدة، لأن سبقني طبعا إليها علماء أجلاء يعني فكروا في أن الأيزيدية لها يعني لها هي وريثة الديانة المصرائية القديمة، وأنا اتبعت نفس النهج. مصادرك، يعني ما هي مصادركم في جمع المعلومات؟ كيف عملتي جمع المعلومات؟ كيف اشتغلتي عليها؟ من خلال دراستي للحضارة الإيرانية القديمة ومعرفتي باللغة الفارسية، فكان يعني أنت تجيدين اللغة الفارسية؟ أجيد اللغة الفارسية من خلال دراستي ويعني تتبعت المصادر الفارسية وتتبعت المصادر الغربية والمصادر الكردية، رغم عدم إلمامي باللغة الكردية بشكل يعني يتيح لي القراءة والكتابة بها، لكن المترجم منها أخذت من المترجم منها، أخذت بعض المصادر الكردية الأصدقاء لي ترجموها لي، يعني حاولت طبعا بخلاف المصادر العربية يعني. دكتورة، أنت كباحثة ويعني مختصة في الشأن الحضارة والأديان، يعني كيف تتعاملين مع المادة التاريخية؟ هي المادة التاريخية نكون حذرين معها، لأن يعني في بعض الأحيان تكون المادة التاريخية المتاحة أمامنا فيها شيء من الانحياز إلى جهة محددة، لكن مقارنتها مع مواد أخرى يعني مقابلة لها قد ينجيها من عملية الانحياز. أنا حاولت تتبع المصادر المتاحة لي، ويعني لخلق باب جديد لهذه الدراسة، فيعني أتمنى أن يكون يعني تمت فيها. يعني إلى أي مدى كنت محايدة في بحثك؟ الحياد هو المفترض أن يكون هو القانون الذي يتعامل به الباحث، يعني بعيدا عن التعاطف مع الشعب الأيزيدي أو التعاطف مع المآسي الحادثة لهم، لكن كان الحياد لابد من الحياد في تناول تاريخهم، لأن كل كلمة أكتبها هنا هي مدعمة بمصادر أو مراجع سابقة ودراسات حالية، فيعني حاولت طبعا يعني التزام الحياد التام يعني تجاه. دكتورة، يعني كيف أو ما رأيكم في التاريخ كعلم؟ يعني كيف تنظرون إلى التاريخ؟ يعني في مثلا ناس تقول أن التاريخ هو علم مثل الفيزياء أو الكيمياء مثلا، ماركس نموذجا، وفي ناس بتقول أنه هو مجرد سرد وحبكة. في بعض المؤرخين الكبار أمثال هيرودوت لديه مادة تاريخية عظيمة، لكن البعض لا يعتبر أن المادة التاريخية التي لدى هيرودوت يمكن الوثوق بها تماما، لأن كان يكتب إلى حد ما تحت تأثير انحيازه إلى الدولة اليونانية مثلا ضد الدولة الفارسية. التاريخ ليس فقط سرد قصص مشوقة أو ليس فقط انتصار للغالب على المغلوب، لكن احنا من خلال قراءتنا في التاريخ نحاول دايما ان احنا يعني نتجنب يعني الاشياء اللي فيها انحياز، احنا ناخذ المعلومه البعيده عن الانحياز.
وأنا حاولت من خلال المصادر اللي يعني عملت عليها ومن خلال المراجع اللي لجأت إليها أن هي تكون بعيدة إلى حد كبير عن الانحياز. دكتورة، يعني من خلال بحثك القيم هذا، ما هي العوائق أو المشكلات التي واجهتك خلال عملك؟ هي الحقيقة كانت أكثر كونك من مصر بعيدة هي كانت أكثر من عائق. هي طبعا بعد المسافة، بعد المسافة، بعد الجغرافي. البعد الجغرافي. طبعا أنا في مصر ومن أعمل عليهم في كردستان بين العراق وسوريا وأماكن مختلفة، أرمينيا، أذربيجان، يعني في أماكن مختلفة. لكن تمركزهم في كردستان العراق، فكان الاتجاه الأول في ذهني يعني التواجد بينهم. يعني أنا حاولت أن أكتب من خلال رؤية العين، من خلال الواقع. حاولت أن يعني أعيش بعض واقعهم لتكون الكتابة صادقة أكثر. يعني الاعتماد فقط على المصادر أو المراجع المكتوبة بتأخذ وجهة نظر الآخرين، لكن رؤية العين ربما يكون فيها وجهة نظر يعني أحسبها أنها محايدة. دكتورة، يعني في بعض الكتاب كأنهم يعني لم يرق لهم ما كتبت، يعني يعني كيف كان استقبال الإيزيديين أو استقبال المثقفين أو طبقة الكتاب لهذا الكتاب؟ والله أنا وجدت أن الكتاب له صدى كبير. أنا شخصيا لم أتوقع، وجدت أن الكتاب له صدى كبير، وربما لأنه يناقش يعني يقلب بعض الحقائق التي اعتدنا على تداولها بغض النظر عن كونها صحيحة أو غير صحيحة. العلم دائما في جديد. يعني على سبيل المثال اكتشف المعبد المصرائي في معبد لالش، فتم تعديل الديانة الأيزيدية في الاتجاه المصرائي أكثر، بعد أن كانت إلى حد كبير وإلى وقت طويل المعروف عنها أن هي طائفة إسلامية انشقت عن الإسلام. اكتشاف المعبد المصرائي جعل للديانة الأيزيدية متنفس آخر، يعني جعل لهم متنفس آخر على الحياة، أن لهم تاريخ مختلف عن التاريخ السائد. لوقت طويل كانت الزرادشتية هي الديانة الآرية التوحيدية الأولى. فمن خلال البحث حاولت أن أثبت أن القبائل الهندو آرية القديمة عرفت نوعا من التوحيد، خاضت في نوعا من التوحيد، إعلاء إله محلي أعظم واعتباره هو الإله الأب أو هو الإله الأكبر. وكما نقول في البنسيون اليوناني، إله كبير ويتصرف تحت يده عدة من الآلهة. كان نفس فكرة الآلهة عند الشعوب الهندو-آرية القديمة. فكل ما تظهر وثائق جديدة، كل ما تظهر آثار أركيولوجية جديدة، بنعيد صياغة التاريخ. أحسب أن الكتاب يعني كان له هذا الصدى من خلال أنا رؤيتي في حفل توقيع الكتاب، من خلال رؤيتي من تناولوا الكتاب بالنقد أو بالقراءة والنقد والتشريح. فيعني أتمنى أن يكون الكتاب قد ترك يعني نقطة مضيئة في تاريخ العلم، وهو الهدف الأول والأخير منه هو العلم. صح. دكتورة، السؤال الأخير، هل وجدت نفسك في التاريخ؟ هو الحقيقة أنا تخصصي الرئيسي ليس التاريخ في حد ذاته. أنا تخصصي كان إلى جانب أنت أديبة ويعني وقاصة وشاعرة، وهو ساعدني، يعني يمكن القراءة ساعدتني بشكل كبير، وولوجي إلى عالم التاريخ ويعني انفتاح أبواب التاريخ القديم على الأخص أمامي ساعدني بشكل كبير. ربما يظهر حتى في يعني الآثار الأدبية بعيدا عن الكتابات العلمية ليه، ربما يظهر في الآثار الأدبية ليه. التاريخ باب نفتحه وندخل منه إلى عوالم لم نعيشها بالفعل جسدا، لكن ربما عاشتها أرواحنا من قبل، وربما تعيشها أرواحنا حاليا. فأنا من خلال التاريخ وجدت عوالم مختلفة كثيرة، يعني أتمنى أني أرصدها بشكل أكبر، سواء علميا من خلال الكتابات العلمية،
أو من خلال الكتابات الأدبية شعرا أو نثرا قصة. الدكتورة عايدة بدر، شكرا لحضورك معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج موعد أنا أشكر الحجر. حضرتك الأولا على استضافتي، أشكركم جزيلا على استضافتي وإتاحة الفرصة لي أن أنا أتحدث عن كتابي أثر الديانة الأيزيدية في الديانة المصرية، أتحدث عن الأيزيديين، أتحدث عن زرادشتين. ربما هي أمور متخصصة أكثر، يعني تكون للمتخصصين في التاريخ أكثر أو المتخصصين في الحضارة والأديان، لكن من خلال لقائنا أعتقد أن هي ممكن أن تصل إلى يعني قطاع أكبر. وطبعا كنت أتمنى لو كنت أتحدث بالكردية لتكون يكون اللقاء باللغة الكردية. نعم باللغة الكردية، لكن اعذروني لأني طبعا قليلة معرفتي باللغة الكردية، لكن أتمنى أن يكون حتى باللغة العربية تكون الفكرة والهدف يعني واضح وواصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بك مرة ثانية في بلدك الثاني كردستان. شكرا لحضرتك. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم أيضا، وشكر خاص لمكتبة فيستا بترول، وإلى أن نلتقي مجددا كونوا بخير.